اكتشفت المدينة اللي انتوا شايفينها دي، مدينة على ارتفاع 2500 متر فوق سطح البحر، مبنية وسط الجبال. المدينة دي والمناطق اللي حواليها هي اللي عندها بتبدأ منابع نهر عطبرة. مدينة لاليبيلا مدينة إثيوبية جميلة، موجودة في شمال إثيوبيا تقريبا في إقليم أمهرة، موجودة غرب بحيرة تانا بحوالي 155 كيلو متر، وشمال العاصمة أديس أبابا بحوالي 330 كيلو متر. المدينة موجودة وسط الجبال، وأكيد جوها جميل معظم أيام السنة بسبب ارتفاعها الكبير عن سطح البحر، زي ما قلت لكم 2500 متر. ومن هنا بتبدأ رحلتنا مع نهر عطبرة ونهر تاكيزي. عند مدينة لاليبيلا اللي تعالوا كده نتفرج على الجغرافيا بتاعتها ونتفرج هي موجودة فين. موجودة وسط الجبال دي، شايفين المدينة فعلا موجودة وسط الجبال. وهنا هتلاقي ان الجبل ده مثلا بينزل منه كده مية في وقت المطر، وتنزل المية وتنهمر من هنا ومن هنا ومن هنا، وتنزل من هنا وتمشي كده، تمشي المية كده في الروافد دي وفي الأنهار دي، وتيجي مية من هنا ومية من هنا ومية من هنا، وتيجي كمان مية من عند راس ديجن. مين راس ديجن أو راس ديشن دي؟ راس ديجن دي هي أعلى قمة جبل في دولة إثيوبيا كلها، اللي هي دي. تعالوا نشوفها كده وإحنا في جوجل إيرث. دي راس ديجن، أعلى قمة جبل في دولة إثيوبيا. شوف المية بتنزل على الجبل ده وتتدحرج في كل الروافد دي، وتيجي مية تنزل هنا وتمشي كده كده زي ما انتم شايفين، تمشي في النهر ده، تمشي كده بين الجبال، تمشي 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 المية، وتيجي من هنا كمان مية في الصيف وتمشي وتمشي، تيجي مية من هنا ومية من هنا. النهر اللي بيبدأ من عند لاليبيلا ده ويمشي كده ويبقى محاذي للحدود بين اثيوبيا وبين اريتريا هنا، وبعد كده هيعدي حدود اثيوبيا ويدخل دولة السودان. النهر ده اسمه نهر تاكيزي. نهر تاكيزي نهر مهم في دولة اثيوبيا، هو اسمه كده تاكيزي. هتلاقي بقى ان في هنا نهر جاي كده ونهر جاي كده. الكلام ده قرب راس ديجن. عند راس ديجن زي ما انتم شايفين المطره بتنزل عليها غزيره وبتنزل على كل المناطق دي. هتلاقي ان هنا في بحيره عرضها حوالي 4 كيلو متر. البحيره دي اتكونت ليه؟ اتكونت بسبب بناء سد تاكيزي. شايفين سد تاكيزي موجود فين يا جماعه؟ القوس ده اسمه سد تاكيزي، ده جوه دولة اثيوبيا. السد زي ما انتم شايفين مبني في اعمق اخدود نهري جبلي في دولة اثيوبيا، زي ما انتم شايفين اللي هو اخدود نهر تاكيزي، لان نهر تاكيزي ماشي وسط الجبال. تعالوا نتفرج على السد ده الاول وبعد كده نكمل رحلة نهر تاكيزي. دي البحيرة اللي اتكونت قدام سد تاكيزي، طولها حوالي 30 كيلو متر وعرضها 4 كيلو متر، وده جسم السد. السد ده بيولد 300 ميجا واط من الطاقة الكهربية كل سنة. مستوى المية في البحيرة بيبقى غالبا عند مستوى 1100 متر، ومستوى المية بعد السد أو خلف السد بيبقى على حوالي 1030 متر فوق مستوى سطح البحر. إثيوبيا انتهت من إنشاء السد ده في شهر نوفمبر سنة 2009، وتم إنشاؤه بدون أي تنسيق أو تعاون مع دولة السودان. وكانت دولة السودان مش متأكدة إذا كان السد ده هيفيدها أو هيضرها، لكن اللي عملوا السد ده هو انه حجز كميات الطمي الرهيبة. اللي عايز اقوله لكم عن نهر التكزي ان هو اكتر رافد في كل روافد النيل بيجيب كمية طمي رهيبة وكمية طين رهيبة. طبعا الطين ده جاي منين؟ جاي من جبال راس ديجن والجبال اللي حواليها. المنطقة دي يبدو ان التربة فيها مش متماسكة جدا، فالمية والامطار لما بتنزل على الجبال دي كلها بتجرف معاها كمية كبيرة من الطمي والتربة، وهي اللي سببت في تكوين الاخاديد دي كلها. اللي نهر تاكيزي هو احد اعمق هذه الاخاديد، بسبب ان المية دايما بتحفر وبتجرف في التربة بتاعة الهضبة الاثيوبية في المنطقة دي. فسد تاكيزي كان مفيد انه حجز كميات كبيرة من التربة والطمي ده وما خلاهوش يروح للسدود اللي هنشوفها بعد كده جوه دولة السودان على نهر عطبرة. وعند مدينة لاليبيلا اللي في شمال اثيوبيا شوية،
والمناطق اللي جنبها بيبدأ نهر تكز ويتجه شمالا وبينتقل من إقليم أمهرة لإقليم تجراي. إقليم تجراي هو الموجود في أقصى شمال إثيوبيا جنب الحدود مع دولة إريتريا. وبعد كده نهر تكز، وبعد ما عدى البحيرة دي اللي هو سد تكز، بيكمل تاني جريانه، وطبعا على طول بتصب في روافد تانية لغاية ما يوصل للحدود مع إريتريا. نهر تكز من عند لاليبيلا لغاية ما يوصل لحدوده مع السودان حوالي 550 كيلو متر. وبالنسبة لحكاية الطمي اللي بيجي من المنطقة دي، راس ديجن دي أصلا كانت بركان زمان نشط، فهي مرتفعة جدا لأنها كانت راس بركان. فهنا تربة بركانية كتيرة مليانة طمي خصب كان بيجي مع نهر عطبرة ونهر تكز ويروح لنهر النيل. المهم دلوقتي ان نهر تكز اللي هو في شمال اثيوبيا بعد ما بيعدي حدود اثيوبيا واريتريا ويدخل في دولة السودان، دولة السودان مش بتسميه تكز، دولة السودان بتسميه نهر ستيت. ده اسمه نهر ستيت، واحنا كده دخلنا دولة السودان، وبيمشي نهر ستيت زي ما احنا شايفين في دولة السودان. لكن لما نقرب الخريطة هنجيب تاريخ جديد ونلاقي ان نهر ستيت بقى عريض جدا. يعني كده ده عرضه زمان، كده ده عرضه دلوقتي. ايه الفرق بين زمان ودلوقتي؟ واضح ان في بحيرة اتكونت هنا، في سدود هنا عملتها السودان قريب جدا كونت البحيرة العريضة دي. ده مش سد واحد، دول سدين، سد على نهر ستيت اللي عرفناه، وسد تاني على نهر أعالي عطبرة. تعالوا نعرف ايه هو نهر أعالي عطبرة. النهر اللي لونه لبني فاتح خالص ده عرفناه، ده نهر تكزي. لكن اللي لونه لبني غامق شوية ده هو ده نهر أعالي عطبرة. نهر أعالي عطبرة اهو بيتقابل مع نهر ستيت اللي هو تكزي، يعني بيتقابل مع نهر ستيت في السودان قبل مدينة الشواك دي هنا اهو. بس تعالوا نشوف نهر أعالي عطبرة هو كمان جاي منين. شمال بحيرة تانا في مدينة اسمها جندار، وشمال جندار كمان والمنطقة اللي محيطة بجندار في جبال عالية ومنطقة وعرة جدا مليانة مرتفعات وجبال وأودية بتنزل أمطار برضو فيها وتمشي في الأنهار دي كلها. أهمها نهر أنجرب ونهر جوانج. نهر أنجرب ونهر جوانج بيعدوا الحدود بين إثيوبيا والسودان ويلتقوا كلهم مع بعض هنا ويكونوا نهر واحد في السودان اسمه نهر أعالي عطبرة. وبيمشي تاني نهر أعالي عطبرة ويتقابل مع نهر ستيت زي ما قلنا قبل مدينة الشواك. فهم راحوا عملوا هنا في السودان، عملوا سنة 2013 سد اسمه، هو مش سد، ايوه هو سدين، اسمه مجمع سدود ستيت وأعالي عطبرة، لانه اتبنى سد على نهر ستيت واتبنى سد تاني على نهر أعالي عطبرة، والاتنين البحيرة بتاع ده وبتاع ده دخلوا مع بعض وبقت بحيرة واحدة شكلها زي حرف في كده مثلا. فبقت في نهر ستيت بقى عريض وأعالي عطبرة هو كمان بقى عريض. المنطقة دي اسمها الروميلة، عملوا فيها في السودان السدين دول، يعتبر مجمع سدود تم إنشائهم الاتنين مع بعض. وبعد كده بيكمل نهر عطبرة، خلاص بقى ما بقاش اسمه تكزي ولا ستيت ولا أعالي عطبرة ولا أنجرب ولا جوانج، خلاص انتهى، بقى نهر واحد رئيسي اسمه نهر عطبرة. ولكن وبعد مجمع السدود بتاع ستيت وأعالي عطبرة ب75 كيلو وفي منطقة الفشقة في سد تاني اتبنى سنة 1966 في منطقة خشم القربة. عزيزي المشاهد، من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة لأن الفيديوهات دي متعبة جدا. وبعد سد خشم القربة نهر عطبرة بيكمل مشواره وانحداره باتجاه الشمال الغربي لغاية ما يلتقي بنهر النيل الرئيسي اللي جاي من الخرطوم هنا عند مدينة عطبرة السودانية اللي موجودة شرق النيل. وبيكون ارتفاع النهر هنا حوالي 346 متر، وهي المية اللي جاية من جبال ارتفاعها آلاف الكيلومترات زي ما عرفنا. وشايفين هنا مثلا كمية المية اللي بتمر في عطبرة في نهاية يناير، والمطر بيكون قليل جدا جدا في شمال اثيوبيا، فتقريبا النهر جاف ما فيهوش مية. لكن شوف نفس المكان في الفترة من اغسطس لاكتوبر فبيكون الفيضان مرتفع والنهر مليان على اخره، ويساهم نهر عطبرة بنسبة 13% من المية اللي بتوصل عندنا في بحيرة ناصر، يعني حوالي تمن كمية المية. لكن لسه النيل قدامه مشوار طويل بعد مدينة عطبرة علشان يدخل لجمهورية مصر العربية، مشوار مليان منحنيات في منطقة جافة جدا وسخنة جدا جدا. لكن الغريب إن المنطقة الجافة جدا دي
تشهد أمطار متواصلة لمدة أسبوعين، وده هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.